ولكن بلقب الكونفدرالية أمام افريكانز التنزاني، ثم أمام الأهلي في السوبر، وكرة سوبر وكرة سوبر، كرة سوبر، تسديدة يخدع خالد المسماري. كرة الهدف الأول هنا عن طريق إسلام ميريلي، واحدة من الحلول اللي ما شفناهاش الشوط الأول. التسديد مسماري في اللقطة اللي فاتت خدعته الكرة من بعيد قوي، شوف شال حاجات كتيرة، لكن في اختبار أول من كرة هدف التقدم من كرات البعيدة خد المرمى اللي راح بإيد واحدة، والكرة بقى فيها السكرو بطرف أصابع اللاعب وتحولت أمامنا هنا. ادي الكرة من التراجع البدني وتعب شوية في الشوط الثاني، وده اللي ظهر. وادي أمامنا انفراد الثاني عن طريق اللاعب توميس، ده اساسيا اوريبوني، لان غير رفع امامنا هنا الشعار. الحين فريق اتحاد الجزائر يملك ايضا 3 هدف التفوق للصداره في هذه المجموعه. بص الخطا الدفاعي، خطا دفاعي في التمركز وفي الرقابه، وانفراد المره دي صعب قوي. الشوط الثاني ظهر اتحاد الجزائر بشخصيته، بهوية البطل اللي بيدافع عن اللقب، هوية الفريق عن استعادة الشخصية واستعادة الأداء اللي عرفناه على هذا الفريق على هدف حلو قوي الحقيقة. أكد خالد العيسي رئيس نادي أهلي جدة أن ناديه لم يأخذ حصته العادلة في الصفقات الصيفية، وأن ناديه أول من فاوض ساديو ماني وفوجئ بعدها بانتقاله للنصر السعودي. وقال العيسي في تصريحات له: حرصت في الفترة الماضية أن ألتزم الصمت، لكن فوجئت بما قاله سعد اللبيب، وأعتقد أن تصريحه غير موفق. لقد كان لدينا أجندة بأسماء كبيرة حرصنا على وجودها سواء في الملعب أو الجانب الإداري. الأهلي نادي يستحق كل الدعم إذا قيمنا الأمر بالحضور الجماهيري والتواجد في البطولات، ونستحق مكانة عالية، وهذا ما طلبنا به. وتواصل لجنة الاستقطاب كان من اللجنة الفنية بالنادي، وساديو ماني وشقيقه خرجوا وقالوا بأننا فوضناهم ولدينا لاعبين يتواصلون بشكل مباشر معه مثل الحارس ماندي والمهاجم فيرمينيو.